مين؟ مالك بتتلفت كده زي الحرامية؟ حرامية ايه يا عم؟ هو في حرامي شكله كده ولا لابس كده اصلا؟ هم يعني بيفصلوا اللبس مخصوص للحرامية؟ انت مين؟ انا فادي زميل سمر في الجامعة. احنا قلقنا عليها قوي في الجامعة فقلت اجي اطمن عليها. تعالى معايا، انا عايزك في كلمة سر. سين، انت جاي هنا تعمل ايه؟ لما اقول سين تجاوب على طول. جاي اشوف سمر والله. انا كمان سين بقى. مين حضرتك؟ مالكش دعوة. يعني ايه ماليش دعوة؟ يعني مالكش دعوة. تجاوب بس. تعرف سمر منين؟ سمر زميلتي في الجامعة. تعرفها من قد ايه؟ يا عم هو تحقيق ولا ايه؟ ايوه تحقيق. سمر تهمني، اي حد يعرف سمر لازم اعمل له كشف هيئة، ولو سقطت هتبقى النتيجة صعبة. صعبة ازاي حضرتك؟ ايه يا وحيد؟ ايه يا وحيد اللي بتعمله ده؟ ايه يا ابني اللي بتحببه ده؟ لا مفيش حاجة. مفيش حاجة يا حاج. مفيش حاجة ازاي؟ لا اله الا الله. بس يا وحيد، بس يا ابني حرام عليك. ايه ده يا وحيد؟ ده معقول انت بتعمله ده يا ابني؟ اصل العرض غالي قوي يا حاج. طبعا يا ابني العرض غالي قوي بجد. انت راجل. بيتك انت اتجننت؟ كنت هتجنن لو ما كنتش شفتك. وده من امتى ده ان شاء الله يعني؟ من زمان يا سما. مش هتقولي اتفضل ولا ايه؟ طيب اتفضل خلصني، اتفضل يا مجنون. ايه التهييس اللي انت فيه ده؟ ده انت اتجننت خلاص. عشان وحشتيني جدا يا سما. كنت هتجنن لو ما كنتش شفتك. وحشتك ولا ده احساس بالذنب عشان انت كسرت لي رجلي؟ هو الاحساس بالذنب موجود بس في احساس تاني جواه اقوى منه يا سمر. اللي هو ايه بقى؟ هقول لك بس ما تزعليش. مش عارفه، يمكن ازعل على حسب اللي هتقوله. وحيد، وحيد في ايه يا وحيد؟ هتعمل ايه؟ وحيد، وحيد تعالى يا وحيد. وحيد حرام عليك يا وحيد. في ايه؟ يا وحيد هتعمل ايه؟ هتعمل ايه كمان؟ وحيد هتعمل ايه؟ الغدا جاهز. ميرسي يا وحيد قوي، تعبتك معايا والله. ربنا يخليك ليا يا رب. واشمعنى يعني النهارده مجهزين غدا بدري كده؟ ابوكي مش هنا، قلت تاكلوا بدري النهارده. اقعدي يا حبيبتي اقعدي. طب يوسف ايهاب فين؟ قالوا اتغدوا انتوا هيتاخروا. بس انا ماليش نفسي اقعد اكل لوحدي كده، ما تقعدوا تاكلوا معايا. ما احنا حواليك اهو. لا بص هقول لك تعمل ايه. انت تروح تقول لحسونه وجنه يجوا يتغدوا معانا. يا نهار اسود ومنيل، انت عايزه ابوكي يطربق الدنيا؟ ايه المشكله يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ وبعدين هو هيعرف منين اصلا؟ يلا بقى يا وحيد اتحرك، روح قول لهم يجوا ياكلوا معانا. يلا يا ماما. حاضر يا ابني، خايفه عليك من شر، ما بلاش نروح واحسن. مفيش قوة على وجه الأرض هتخليني أرجع في كلامي، ولا إحنا هنعيده تاني؟ الحاج جت مستني في العربية، يلا. توكل على الله.
الرحمن الرحيم. امسك خد يا حسون. تسلم ايدك. خد يا جنب. خد يا حبيبي. يا عمالي داير. دي اكتر مره اكلت فيها في حياتي، والله نفسي مفتوحه قوي عشان خد بقى انا نفسي الفراخ دي رضا. تحط لي فرخه كلها. كل ما بتاكليش ليه يا حاج؟ ما انت عارف يا وحيد النهارده الاثنين يا حبيبي صايم، اثنين وخميس. بقول لكم ايه؟ تسمعوا حاجه؟ ايوه يا ريت يا ريت. طبعا هحط لك شوربه يا وحيد. حرام. كمال خلي بالك من امك قوي. حاضر يا حاج. شد حيلكم. رجعتني سنين طويلة يا كمال يا ابني. ان شاء الله يا ماما اللي جاي هيبقى احسن. بقول لك يا ست سعاد، دلوقتي انا سمعت ان الحاج عبد الحافظ عايز يبيع الفيلا دي بكل اللي فيها، ما تيجي نشتريها؟ وهنجيبوا الفلوس بس منين يا سيد؟ يا سلام، ما انت عندك حته الارض اللي مركونه دي، بيعيها نشتري الفيلا والقرشين اللي يفضلوا نتاجر فيهم. بيع الارض ده عايز مناهده، وانا مانيش قادره، مش قادره نسلك طولي زي ما انت شايف كده. وانت مالك بالمناهده دي؟ اكتبي الارض باسم انا، وانا اتعرض لهم وابيع واشتري واعمل كل حاجه باسمي، مالكيش انت دعوه. وامرني يا سيد. يا ست خدي الواد كمال ده وغوري من هنا، انا اتجوز واحده اتنين تلاته شرع الله على كيفي. ما تكرشنيش يا سيد، ماليش غيرك يا سيد. وبعدها لك بقى، ما انا طلعتك، هتقعدي هنا تعملي ايه؟ بس دي فلتي نسيت. اثبتي بقى انها فلتك، الارض بتاعتك بعتيها والفيلا دي انا اشتريتها باسمي، فاهمه ولا لا؟ بالسلامه يا بيضه. مالك يا ماما؟ سنين يا كمال، الدنيا بتلف بيا يا ابني. يا وحيد يا جماعه اللي هنا